في عالم كرة القدم في لاعب بيسيطر على الملعب مش بس بالمهارة البدنية لكن بالذكاء والفهم وبالقدرة على قراية أي ثانية في الماتش. مش كل مهاجم بس بيشوط ويجري، في اللي بيخلق فرص قبل ما تحصل أصلا ويعرف يحسم اللحظة قبل ما الخصم يقدر يرد ويسيب بصمة واضحة في كل ماتش. لو بصينا على سواريز هنلاقي لاعب ومش بس مهاجم لكن هو قائد للحظة الحاسمة. تحركه، اختياراته، فهمه للملعب، كل حاجة فيه بتمثل عقلية قلية. سواريز دايما في المكان الصح حتى لو الكرة مش معاه، يعرف ازاي يخلق مساحة لنفسه ولزملائه وازاي يستفيد من اي خطأ صغير في دفاع المنافس. بنزيما من الناحية الثانية مهاجم عالمي، هدوءه وذكائه في التمركز بيخليه خطر جدا قدام الجول، وقوة بدنية تخليه يحافظ على الكرة وسط كل المدافعين، وعنده القدرة على التسديد من اي مكان، لكنه احيانا بيعتمد على الفريق اكتر من نفسه في صناعة الفرص. النهارده هنعمل مقارنة مش على اساس الشهرة ولا الجوائز، لكن على 16 معيار حقيقي هنشوف مين فيهم اكتر تأثيرا، مين اللي يحسم الماتش، مين اللي يقدر يغير سير الماتش بالكامل من لمسة واحدة او حركة ذكية. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك حالا وسبسكرايب في القناة عشان نوصل لل1000 سبسكرايبر. ويلا بينا نبدأ بالمعيار الاول، تمركز داخل منطقة الجزاء. التمركز هو عقلية، هو الاحساس باللعب، هو قراية الفرصة قبل حتى ما تتلعب. سواريز بيمتلك الاحساس ده بطريقة روعة جدا، كل خطوة، كل حركة، كل ميل لجسمه له الكورة في المكان الصح. ماتشات كتير زي نهائي كاس الملك او حتى الكلاسيكو او ماتشات في دوري ابطال اوروبا كان دايما موجود في المكان اللي يخلي الكورة توصل له حتى لو ما كانش فيه خطة واضحة للباص. بنزيما كمان ممتاز في التمركز لكنه بيعتمد اكتر على زملائه في فتح المساحات. سواريز بذكائه بيخلق لنفسه المساحة، يلمس الكورة في اللحظة الحاسمة ويقدر يسجل من اي زاوية تقريبا. التمركز هنا مش بس مهارة، ده فن كامل وتفكير سريع، توقع تحركات الخصم واستغلال الاخطاء البسيطة. هدي النقطة دي لسواريز. المعيار تاني، قراءة دفاع الخصم. خطة انك تقدر تقرا دفاع الخصم مش بس انك تتمركز صح، ده توقع لكل خطوة ممكن مدافع يعملها. سواريز يعرف يعمل ده، يعرف مين هيبقى في المكان الصح ويعرف يستغل الفرصة مظبوط. في ماتشات الكلاسيكو ضد ريال مدريد كان كل مرة المدافعين بيحاولوا يضغطوا عليه، سواريز كان بيستغل الفراغ اللي بيكون في اللحظة دي ويقلب اللعب ويخلق فرصة لزميل تاني. بنزيما ذكي جدا برضك في الموضوع ده لكنه أبطأ شوية. سواريز هنا بيتفوق لأنه بيخلق الفرص بنفسه، يشوف مشكلة الدفاع المنافس قبل ما تحصل، وده اللي بيخلي تهديده للمرمى مستمر. النقطة هنا لسواريز. المعيار الثالث، القدرة على التسجيل تحت الضغط. سواريز معروف بقدراته الاستثنائية داخل منطقة الجزاء، حتى لو المدافعين ضغطوا عليه، الكورة جات له في زاوية ضيقة يقدر يحولها لهدف بكل سهولة. في الدوري ودوري أبطال أوروبا المرات اللي الفريق كان محتاج فيها هدف حاسم سواريز كان دايما بيبقى الشخص اللي بيسجل. بنزيما هداف ممتاز لكن احيانا لما المساحة تقل بيحتاج تمهيد من زملائه، بس ده ما يقللش من بنزيما اطلاقا. بنزيما بيكون موجود على طول في دوري ابطال اوروبا والدوري لريال مدريد. انا هدي النقطة دي لسواريز لان اهدافه الحاسمة بالنسبة لي اكتر، بس مستني برضك رايك في الكومنتات. المعيار الرابع، التسديد من خارج منطقة الجزاء. هنا بنزيما عنده افضلية واضحة. التسديد من خارج المنطقة عند بنزيما اسطوري وبيهدد المرمى من اي مسافة. سواريز ممكن نقول انه اقل اعتماد على التسديد من بعيد، بيركز على التسجيل من جوه المنطقة اكتر واستغلال الفرص السريعة. النقطة هنا لبنزيما. المعيار الخامس، الذكاء التكتيكي في الهجمات. سواريز مشهور جدا بدهائه في اللحظات الحرجة، اي كرة ضايعة في نص الملعب، اي خطأ من الخصم هو بيعرف ازاي يستغلها. سواريز بيتحرك بسرعة وبيضغط على الدفاع وبيقفل اي مسار للخصم، وفي نفس الوقت بيخلق مساحة لنفسه ولزملائه. بنزيما ذكي جدا، عنده قدرة عالية على قراءة الماتش، لكني ممكن اقول ان سواريز بيتفوق عليه اكتر في الحتة دي. النقطة هنا لسواريز. المعيار السادس، الضغط على دفاع المنافس. بنزيما يعرف ازاي ان الضغط مش بس جري وخنقة على الخصم، ده فن كامل، ضغطه مش عشوائي، يعرف ايه اللحظة الصح للضغط وايه الخطأ اللي يقدر يستغله وازاي يحاصر الخصم من غير ما يضيع مكانه. سواريز بيضغط برضه لكن ممكن اقول انه اقل استمرارية في الضغط الفردي المكثف من بنزيما، فالنقطة هنا لبنزيما. المعيار السابع، صناعة اللعب. سواريز ممكن هو المهاجم بس بيشارك كتير في بناء اللعب بذكاء عالي، يقدر يسحب لاعب، بيفتح مساحة، بيمرر بدقة عالية. بنزيما عنده رؤية عالية جدا في التمرير لكنه بيعتمد اكتر على اللعب الجماعي من غير تحركات فردية، بس سواريز هنا مش متفوق عليه قوي يعني، بس ممكن ادي النقطة دي تعادل عادي. المعيار الثامن، المهارات الفردية والمراوغة. سواريز عنده مراوغة هايلة جدا جوه منطقة الجزاء، يقدر يتخلص من اكتر من لعيب في نفس اللحظة ويفتح لنفسه زاوية للتسديد ويحاول اي فرصة شبه مستحيلة لجول. بنزيما عنده مهارة ممتازة لكنه بيعتمد على قوة بدنية وتحركات جماعية اكتر من المراوغة الفردية. النقطة هنا لسواريز. المعيار التاسع، اللعب بالراس. بنزيما هنا هيتفوق، قوته البدنية والارتفاع اللي بيقدر يوصل له وتحكمه في الكرات العالية يخليه دايما تهديد على الجول في اي وقت وفي اي عرضية واي ركنية. سواريز اقل قوة هنا لكنه بيعوض ده بالذكاء وتمركزه وحركة جسمه لتسجيل اهداف بالراس احيانا، بس النقطة هنا لبنزيما. المعيار العاشر، الثبات النفسي في الماتشات الكبيرة. سواريز لاعب اللحظة الحاسمة حتى لو الماتش مضغوط والجمهور صاخب، وبنزيما نفس الكلام، فالنقطة هنا اديها تعادل. المعيار ال11، العمل الجماعي. بنزيما يعرف امتى يشارك الفريق ومش بس يسجل، ويعرف يمرر في اللحظة المناسبة، يسحب مدافعين ويخلق فرص لزمايله. سواريز برضه بيمتاز بالرؤية 100%، بس ممكن ادي النقطة دي لبنزيما. المعيار ال12، القدرة على اللعب من غير الكورة. سواريز دايما بيتحرك
يصرخ من غير كوره، يسحب مدافعين ويفتح مساحات ويخلق فرص. بنزيما بيميل للانتظار في الاماكن المفتوحه. في هذه النقطه دي سواريز المعيار ال 13 التسديد من اي مكان. سواريز يعرف يسجل من اي زاويه تقريبا، سواء من داخل منطقه الجزاء او من لمسه مفاجاه. بنزيما بيعتمد اكتر على الوضعيات المثاليه، قوته اكبر في التسديد لكن مرونته اقل، فالنقطه هنا لسواريز. المعيار ال 14 القدره على اللعب تحت الضغط البدني. بنزيما قوي جدا بدنيا، يعرف يحافظ على الكوره وسط المدافعين. سواريز احيانا ممكن يتاثر بالضغط البدني لكن بيعوضه بالذكاء وحركه جسمه السريعه. النقطه هنا لبنزيما. المعيار ال 15 الحسم في اللحظات الحاسمه. سواريز لاعب اللحظات الكبيره، بيجيب اهداف حاسمه كتير، بيسيب بصمه واضحه جدا في الماتشات. وبنزيما نفس الكلام، لاعب اللحظات الكبيره والحاسمه، وبان عليه جدا في اخر كام سنه مع مدريد، خصوصا سنه البالون دور. فالنقطه هنا كنت عادل. المعيار ال 16 والاخير القدره على تغيير مجرى المباراه. سواريز ممكن يقلب النتيجه في اي لحظه، لمسه واحده وحركه ذكيه، يخلق فرص هجوميه لوحده ويغير مجرى الماتش كله. بنزيما قادر جدا طبعا على التاثير ده، لكنه بيعتمد اكتر على اللعب الجماعي. فالنقطه هنا لسواريز، وهي دي النتيجه النهائيه. سواريز يكسب النهارده. وفي الاخر ده رايي الشخصي، هستنى رايك انت في الكومنتات وقول لي اختلفت معايا في انهي معيار بالظبط. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واتفرج على اخر فيديو نزل على القناه من هنا، وقول لي تحب المقارنه الجايه تبقى بين مين ومين.